السلام عليكم، اهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم تي في. حلقه النهارده حلقه ممكن تكون غريبه بستايل جديد، ولكن احنا بس مستنيين نعمل استوديو جديد. ولكن خلينا اتكلم معاكم في حاجه كده لازم كنت اتكلم عليها الفتره اللي فاتت دي. احنا دقينا دلوقتي في الفتره دي في فتره الريلز او فيديوهات الريلز، وفيديوهات الريلز بتنتشر كده زي التيك توك، زي الفيسبوك، زي سناب شات، زي انستجرام، الحاجات دي كلها. واصبح الان فيديوهات الشورتس اللي بتبقى على اليوتيوب واللي بتحقق نسبة مشاهدة عالية أكبر من نسبة المشاهدات اللي بتجيبها مثلا الفيديوهات الطويلة. فدلوقتي أصبح التوجه لفيديوهات الشورتس أو الريلز علشان عقلك بقى بتبرمج على الدوبامين اللي هو أصلا مش عايز ينفرز بكمية كبيرة جدا في الفيديوهات اللي هي بتبقى كبيرة. فمثلا انا ايه اللي يخليني اتفرج مثلا على فيديو عامل 15 دقيقه او 20 دقيقه، بينما انا اروح اتفرج على التيك توك واقعد اعمل سكرولينج بهدوء وبشويش؟ هل ده صح ولا غلط؟ دلوقتي التوجه اصبح كبير جدا على فيديوهات الشورتس، واصبح التوجه على فيديوهات الريلز اكتر من الفيديوهات الطويله. فاصبح الشخص دلوقتي صاحب الكونتنت على اليوتيوب او على اي منصه على السوشيال ميديا، اصبح دلوقتي بيعمل بيج على الصفحه او الابلكيشن اللي شغال عليه، سواء كان فيسبوك او ايا كان، بيعمل دلوقتي صفحه للفيديوهات الطويله وفي صفحه للفيديوهات القصيره. بس ده صح ولا غلط؟ الصح هو انك تستفاد اكبر قدر ممكن. زي مثلا تسمع تلخيص كتاب ولا تسمع ولا تقرا الكتاب. انا شخصيا ما بحبش تلخيص الكتاب، لان الشخص اللي بيلخص لك الكتاب مثلا بيشوفها من وجهة نظره، هو بيلخص لك الكتاب كده. لكنك لو قرأت الكتاب انت بتشوفه من منظور تاني خالص، بتشوف الكتاب وتشوف انت بتحس الشخص ده بيحكي عن ايه وعايز يوصل لك ايه. كذلك فكرة الشورتس او الفيديوهات الطويلة، الشخص اللي بيقول لك الفيديو ده مثلا بيتكلم لك عن فكرة المذاكرة. ففكرة المذاكرة ما ينفعش ان انا اقول لك ازاي تكون شخص ناجح في المذاكرة في فيديو ما يكملش 59 ثانية. وهو ده اللي هو عايزه، ده الشخص اللي عايز يسمع ازاي اصبح وخلاص على كده، هو عايز الحته دي. لكن انا مستحيل ان انا اجي اقول لك مثلا ازاي تكون شخص ناجح في المذاكره في فيديو شورتس. ففكره الفيديوهات الشورتس او الريلز هي خلاص الشخص مش عايز الفيديوهات دي، بيمل منها، ما بيحسش نفسه في الفيديوهات دي. علشان كده حاول تقنع نفسك ان الفيديوهات دي صح، وان الفيديوهات دي لازم تسمعها، وده الصح. فيديوهات الشورتس ما بتبقاش كويسه، ما بتبقاش بنفس قدره الاستوعاب او قدره ان انت عايز تسمع الحاجه المفيده فيها. عشان كده دلوقتي الناس دلوقتي بقت متجهه الاتجاه التام لفيديوهات التيك توك او فيديوهات الشورتس بتاعت الريلز بتاعت الانستجرام. فحاول دايما ما تقعش في الفخ ده، وتقعدش في فكره السكرولنج الكتير، وما تحاولش تضيع وقتك يا صديقي في حاجات ملهاش 30 لازمه، في فيديوهات العائلات وفيديوهات المقالب وفيديوهات الجيمنج والفيديوهات دي كلها. حاول ما تضيعش وقتك في الحاجات دي كلها، لانك اصبحت الان، يعني مش عايز اقول انك دلوقتي بقيت مخدر في الابليكيشنز دي وانت قاعد فيها طول ال 24 ساعه وبتضيع وقتك، زي حالاتي لما كنت ادركت ان الحياه بتمر كده من غير ما اخد بالي، وان اللي انا بعمله ده غلط. انا اقدر استفاد في القدر اللي انا مثلا قعدت اسمع فيه الفيديوهات دي مثلا بالساعه ولا نص ساعه ولا ساعتين وثلاثه، وفي ناس ممكن تقعد 24 ساعه على الابليكيشنز دي، وممكن تقعد طول النهار وما تحسش بنفسها. فحاول يا صديقي ما تبرمجش نفسك وتبرمج عقلك في الحاجات ان دي مفيده، لانك هتصبح وتمسي عليها، وهتصبح في الاخر ان انت هتحس نفسك ما عملتش اي حاجه وانجزت اي حاجه في حياتك، وهتكون دفنت نفسك في الابلكيشنز دي. عارف انت لو انت مثلا بتستفاد من الابلكيشنز دي وبتدخل لك منها ماني فلوس، اقول لك ماشي، لكنك تقعد طول النهار عليها وبتستفادش منها، فانت يعني بتضيع وقتك وبتضيع مجهودك وبتضيع عقلك، يعني انت بتضيع في كل حاجه. فحاول بالله عليك انك تقدر تستفاد من كل حاجه، حاول دايما تبرمج كل حاجه لانك تستفاد منها، مش انك تدخل منها فلوس للشخص ده. لا، حاول انك مثلا لو عايز تتعلم لغه، عايز تتعلم برمجه، عايز تتعلم حاجه، حاول تتعلم
وحاول تكبر عقلك، معلش يستحمل الفيديوهات الطويله دي شويه احسن من الفيديوهات القصيره اللي بتضيع لك وقتك ولا حاجه. فبالله عليك، بالله عليك حاول انك ما تضيعش وقتك وتضيع مجهودك وتضيع نفسك وانت طول النهار قاعد تحس ان انت ما بتعملش اي حاجه، انك دايما حاشر نفسك في حته ان انا فاشل وان انا مش عايز اعمل حاجه ودايما محبط نفسك بنفسك. فبس حاول تطلع من الفكره دي، حاول دايما تطلع من فكره الكومفورت زون او منطقه الراحه اللي انت قاعد فيها دي، وتطلع تدور على مستقبلك سواء كان في الانترنت او الاكاديمي او ايا كان. المهم انك تنجح يا صديقي. اشوفك على خير، سلام.